كان يا ما كان حتى كان الحمق والسوسان والملك مالك الرحمن، ونصليو جميع على نبينا العدنان عليه الصلاة والسلام. كان الحاج المحجوب راجل معروف في قبيلته بتجارته وإنسانيته، وكان عنده ولد واحد رباه وعلمه من بعد موت امه وهو صغير. ومنين دازت العوام ولا شابت الايام، وصل باه الاجال وعلى فراش المرض وصاه وقال ليه: يا وليدي، ياك علمتك وربيتك، ما تخليت عليك ما خليتك، وصيتي ليك تزوج بنت الاصل من بعد موتي وفراق حبابي وخوتي، ومنين يتوالف فراقي وتكمل من بعدي الباقي. وقصاد خيمة الجواد الموجودة في دوار الجود. ومنين جا اليوم الموعود وخرجت الروح، الشاب عبد الرحمن عاش الأحزان، ومن بعد مدة داواه النسيان، وهذه حالة كل إنسان. وفي يوم من الأيام تفكر وصيت زواج بنت الأصل، نوى وجد حتى القراص واصل. سلم على باها سي موسى وامها زهيرو، موسى عرفو وذكرو بخصايل باه المرحوم، وبين ليه ساعات ورضاه، وفي الحال تشجع وشرح ليهم وصية المرحوم، وطلب بنتهم زهيرو للزواج. وهنا موسى قال ليه: مرحبا بولد الحاج، وتكون نصيبي هذا يوم العيد، ولكن عندي شرط وحيد: إلا غضبت مراتك وجات لخيمتي ما عندكش الحق ترجعها ولا هي ترجع ليك حتى يدوز عام بالتمام. وفي الحال رد عبد الرحمن: أنا قابل الشرط، ونطلب الله ما يجيب غيار ولا يكون بيناتنا عار. ومن بعد كمال العطية والعرس، وتزرعات الزريعة وكبر الغرس، والعرسان عاشوا أحلى الأيام، وهو تيقابل التجارة وشغل الفلاحة، وهي تتقوم بالواجب ديالها داخل الدار. ومنين ترجع تستقبل بالوجه المبشور والبيت المجموع المنظور، وملذ وطاب محطوط ومتول على الطيفور، وزيد عليهم الماء السخون وكل ما صعب يهون. وفي يوم من الايام دق الباب العراد، جا يعرض المناسبة نتاع عرس، وغير كمل مهمته ومشى، والمرأة تتقصد راجلها عبد الرحمن. ومنين عرفات السبب الزيارة قالت ليه: عافاك بغيت نحضر لهاد العرس، وهو يقول ليها: راني غادي نحضر نص ساعة ونرجع. وهي تجاوبه: والو نونو ياك حل عيونو، حتى انا بغيت نعرف الناس ويعرفوني. المهم قنعاتو وهو قبل، ومشاو للسوق وشرى ليها لنفسها فيه، ووصلها ودخلها لدار النساء اللي كلاوها بعينيهم، وحتى شي ما بغى يلهيهم حتى يعرفوا اصلها وفصلها وشكون هو راجلها. ومنين سولوها وهي جاوبت حتى كملات، وديك الساعة نطقات وحده وقالت: انت هي مرات عبد الرحمن، تيقولوا عليك دايرك خدامة. نطقات الثانية: شوفوا حالتها توريكم واش هاد السين مخلوق للشقا. ومنين كتر الغيط والملاحظات دوات وقالت: انا تنخدم راجلي وتندير غير الواجب. وهي تشوفها واحد الفضولية: ايوا سيري الله يجيبك على خير، راكي في دار غفلون، راه الراجل اللي تيبغي مراته هو اللي تيدير كل شي، وهي ما كتقابل غير وجهها في المراية، وتنعس مزيان باش ترتاح، حيت الا بقيتي هكا غادي تتبالي في شي نهار ويتزوج عليك وتلقاي الماء داكا مسكينة. المهم عيشوها في الوهام والروينة حتى طاقت وزعمات وعاقت. ومنين رجعت للدار ونوات تشعل نارها، صبحات ناعسة ما كاين لا تاويل ولا ناويل ولا فطور ولا وجه مبشور. وهو يقول: معليش يمكن باقي عيانة من صغير العرس. ومنين داز 3 ايام ما بقى ما يتقال، الحلم تفك وما بقى شك، وهو يقول:
إوا ياك معيان ولا سخفانة، واش نجيب ليك الحكيم؟ وهي تقوله أنا مرتاحة وحاسة بالراحة. وفي ديك الساعة جاوبها غير شفتك تبدلتي وتغيرتي الفوضى قدامك، وشكون يدير شغلك من غيرك؟ قالت ليه انت. جاوبها انا راه مقابل الفلاحة والتجارة وتيمكن كنعاونك شحال من مرة، عاونتك واش نسيتي ولا سيتي؟ قالت له منين ترجع قابل شغل البيت، ماشي انا خدامة خماسة ديالك. وهنا تزايدوا في الكلام وجا الحرب من بعد سلام، ومنين حمد طرح هو الكلام بدا يشرح، قررت تغضب يعني تهرب وتقصد خيمة الوالدين، حيت دخل بيناتهم الشيطان اللعين. أرانا باها شافها من بعيد وعرف باللي راجعة غضبانة، وهو يقول لامها عندها كي تبقى فيك ولا تفشيها، خليني نتوالى سوقي معاها. وبالفعل هذا ما كان، غير وصلات داروا ليها سلام مع عليا، وهي فهمت القضية وصبحت تعيش غير وسط نكير الخدمة والدمير، حيت ندمات ولقات الشرط عام مازال طويل، ودهر الزمان غادي ويميل. أما راجلها سي عبد الرحمن ومنين دازتو تقليقة وقال ما كاين باس، كان عارف باللي عام في 365 نهار وليلة، ويا سيادي راها ماشي قليلة. وكان كل صباح ترمي حجرة في السطل وعارف راسو منين قبل هاد الشرط وحل. وفي الآخر حجرة رجع وجهه فيه النظرة، وبالزربة وجد السبنية والدفينة والنفقة من المدينة، وقصد دوار الجود وما كرهش يطير به العود. ومنين شافو بات زهيرو قرر يستعمل تعبيره، خرج العين الحمراء وحتى هو دار ليه السلام ما هي سلام، وقوس عليه الطاقية وغداه غير طعام عادي. والساعة ساعة تيقول مع نفسه مسكين اسمح لي يا وليدي، وفي الليل عشاه بالطايب وهاري ونعسوه على الشواري. ومنين تنعس الليل قصدو نسيبو قال ليه نوض اسيدي عبد الرحمن العزيز، تنعس في بيت ضيافة، راني تنشوف ذاتك قفقافة بالبرد الشديد، نتمنى غدا يكون عندك نهار عيد. ومن بعد وقت قليل جات مرت عبد الرحمن، وفي الأوان قالت الناس على الشواري واللي هو باها سامح لي يا الحبيب، أنا عارفة قلت الخير هما ضايفوك بحال اللي ما عرفوش أصلك وفصلك، معليش نوض تاكل هادشي هو ديال الحمام. وباها الملمد مزيان وقاطع الصي، وهي مسكينة ظنات باللي تدوي مع راجلها، ولكن باها مقدر حالها. ومنين جا الصباح وكل شي قال يا فتاح، ونواع الورد بالعطر فاح، قلبو الصباح والربح على نسيبو، وقال لي اسمح لي على البارح كنت بغيت نجرب نوض على سلامتك، مرتك باغياك من قلبها وكون هاني عمرها ما تغضب. وفي ليلة السهرة حكى ليهم وحكات قصتها مع العيالات، واتفقوا ينساو اللي فات، ومن بعد ما بقى غير قولها وضحك عليها، حيت هم الدنيا يبقى فيها. وغير جات للدوار بيام جا العراض يعرض لشي عرس، وهي تقول بارك الله فيك، البركة في راجلي عبد الرحمن يحضر، أنا عيانة وما فيا ما نحضر. وهكا حكايتنا مشات مع الواد وراكم فهمتوني يا الجواد.